تفتكر لو لقيت عربية مركونة وفاضية ممكن تعمل ايه؟ هل مجرد لمسة للعربية ممكن تقلب حياتك لكابوس ماشي على 4 عجلات؟ وايه السر اللي مخبيه الضابط كراتزر في المكان المقطوع ده؟ وهل الأطفال هيقدروا يهربوا بعد ما شغلوا السرينة؟ الفيلم بيبدأ ب2 أطفال، هاريسون وترافيس، ماشيين في أرض زراعية وبيحدفوا شتايم يمين وشمال بحرية، بيعدوا من سور سلك شائك ومكملين طريقهم، وواحد منهم اتفق مع صاحبه إن في شتيمة معينة من العيار التقيل ما ينفعش تتقال نهائيا، وبيعتبروها أعلى ليفل في قلة الأدب المسموح بيها. بيطلع بار شوكولاتة علشان ياكلوه وبيتفقوا يقسموه بالراحة لحد ما رحلتهم تخلص. بعد ما مشيوا شوية استخبوا فجأة لما لمحوا عربية شرطة وكانوا متمنيين إن محدش يلاحظهم. واحد منهم جات له فكرة يشتت انتباه اللي جوه العربية بإنه يحدف طوبة بعيد، بس الخطة باظت والطوبة خبطت في العربية نفسها. طبعا خافوا وقرروا إن الفكرة دي كانت نحس، وخافوا كمان لأن بصماتهم بقت على الطوبة فقرروا يرموها بعيد. المهمة اتغيرت في نص الطريق لما هاريسون اتحدى صاحبه إنه يلمس عربية الشرطة بعد ما هو عمل كده الأول. الولد اللي اتحدى جري ولمس العربية ورجع بأمان، والتاني عمل زيه وهو متوتر بس نجح. لما لقوا مفيش أي أثر لظباط ثقتهم في نفسهم زادت وقرروا يمشوا لحد العربية وما بقاش فيه خوف. العيال وصلوا وحاولوا يدخلوا والولد الهادي هو اللي فتح الباب في الآخر، والتاني نط بسرعة في كرسي السواق. الولد اللي لسه بره لاحظ إزازة ما كانتش موجودة قبل كده بس طنش للموضوع وداس على خوفه وركب جنب صاحبه. قعدوا يضحكوا ويهزروا كأنهم بيسوقوا وبيعملوا أصوات الموتور، وفجأة مفاتيح العربية وقعت من فوق في حجر ترافيس. جربوا المفتاح والعربية دارت، وده خلى الولد التاني يتلعب وينزل بسرعة. الولد كان عنده فضول وعايز يدوس بنزين بس ما كانش عارف يعمل ايه. الولد اللي بره هو اللي قال له يعمل ايه، وفي ثانية العربية بدأت تتحرك. ولما خافوا انهم يتقفشوا الولد المتحمس قال لهم خطة، هنقول لهم اننا ظباط. صاحبه صدقه وركب معاه وبدأت رحلة مجنونة والسرينة شغالة بتعلن عن وصولهم. في الوقت ده بنعرف ايه اللي حصل قبل كده لما الضابط كراتزر وصل للمكان ده بعربيته وحط ازازة بيرة على الكبوت وقلع قميصه وبدأ يمسح المنطقة بعينه علشان يتأكد ان المكان فاضي. الضابط نزل شنطة ورق كبيرة وطلع جثة من شنطة العربية وقعد يجرها فيها لحد عمق الغابة. لما اتأكد انه في المكان المظبوط رمى الجثة في حفرة ورش عليها بودر. بعد كده قلع الجوانتي وقعد ياخد نفسه. لما رجع وملقاش العربية الصدمة كانت باينة جدا على وشه. كلم العمليات من موبايله علشان يعرف لو في اي بلاغات جت من راديو العربية، ولحسن حظه الدنيا كانت هادية. وعشان يهرب من اي مشكلة طلب من الموظفة تكلمه على موبايله الشخصي بس لو احتاجوه. نظف المكان بسرعة وجري علشان يلاقي حل للمصيبة دي. في الوقت ده العيال كانوا طايرين من الفرحة ولاحظوا الراديو وبدأوا يلعبوا فيه ويتخيلوا القلق اللي ممكن يعملوه، بس بعد كده خافوا وقرروا ما يلمسوهوش لانهم لو استخدموه الشرطة هتعرف ان العربية مسروقة وهيلبسوا في حيطة. بعد كده الولد اللي راكب جنب الولد اللي سايق حب يجرب السواقة، وبينما العربية ماشية بالراحة ترافيس نط من العربية وجري للناحية التانية وصاحبه اتزحلق في مكان السواق. الرحلة المجنونة كملت لحد ما وصلوا لبوابة مقفولة بس ما خافوش وداسوا بنزين وكسروا القفل بالعربية وكملوا طريقهم. واحد من العيال شاف ان صاحبه ماشي بالراحة واقترح يمشوا على سرعة 100 ميل واخد الدركسيون بنفسه. العربية جريت بسرعة مرعبة وكانت هتخرج عن الطريق بس الولد قدر يسيطر عليها في آخر لحظة وقعدوا يضحكوا على حظهم المجنون. في ست سايقة لاحظت ان عربية الشرطة ماشية بتتمرجح بس ما عرفتش تتصرف. الضابط كراتزر وصل للمدينة وهو بينهج وقرر يسرق عربية هو كمان. استخبى لحد ما صاحب العربية دخل بيته وفتح القفل وركب وطار. وهو واقف في إشارة لاحظ إن في راجل بيبصله بشك فحاول يخبي وشه، وأول ما الإشارة بقت خضرة داس بنزين ودخل في طريق ممنوع الدخول فيه. بعد شوية ضابط مرور على موتوسيكل وقفه فاستخدم ذكائه كضابط وكلم العمليات وبلغ عن حالة طوارئ وهمية عشان يشغل الضابط اللي وقفه. في هدوء مرعب الضابط كان محضر سلاحه لو الخطة فشلت بس قدر يهرب من موقف صعب بعد ما ضحك على ضابط المرور وبلغ عن بلاغ وهمي شغل الكل عنه. في نفس الوقت الست اللي شافت العيال سايقين بلغت الشرطة بس الضابط المجرم قدر يوصل لعربية قديمة تبعه ويقنع العمليات ان بلاغ سرقة العربية ده مجرد هزار او بلاغ كاذب، وكمان خلاهم يغيروا إشارة اللاسلكي عشان محدش يسمعه وهو بيهدد العيال من خلال الجهاز بتاع العربية المسروق. العيال
العيال ما كانوش مركزين معاه خالص وكانوا مشغولين بالسلاح اللي لقوه وجاكيت الرصاص. هاريسون كان عاوز صاحبه يضرب عليه نار وهو لابس الجاكيت، بس لحسن حظه السلاح كان مش شغال ومعرفوش ان دي كانت هتكون نهايته. الضابط بدأ يكلمهم ويعرض عليهم الأمان مقابل انه ياخد عربيته، وبدأ الخلاف يكبر بين العيال. واحد عاوز يهرب وينهي المغامرة والتاني بيتهمه بالجبن. وفي وسط الخناقة دي سمعوا صوت غريب جاي من شنطة العربية، ولما فتحوها كانت الصدمة، لقوا راجل متربط ومضروب ضرب جامد وبيطلب النجدة. العيال في موقف غريب كأنهم ضباط صغيرين رفعوا عليه السلاح وبدأوا يحققوا معاه عشان يتأكدوا هو طيب ولا شرير. الراجل اللي في الشنطة بدأ يلعب بعقول العيال وحكى لهم ان الضابط كريتزر هو المجرم الحقيقي وعمل معاهم صفقة. سيبوني وانا مش هقول لحد انكم سرقتوا العربية. العيال حاولوا يفكوا رباطه بس كان صعب جدا، ولما زهقوا وكانوا هيمشوا قعد يترجاهم يجيبوا سكينة عشان يقطعوا الحبال، ووعدهم بمبالغ كبيرة من الفلوس. في الوقت ده الضابط كان في بيته بينظف اي دليل ممكن يوديه في داهية وبيجهز شنطة للهروب لو الامور باظت. وفجأة جهاز الراديو طلع صوت، كانوا العيال. جري عليهم وبدأ يكلمهم بهدوء، ولما أكدوا له إن العربية تمام ومحدش لمس حاجة خلاهم يقولوا مكانهم في الضبط، ووعدهم إنه جاي يساعدهم ويحميهم. بس الحقيقة كانت مرعبة. الراجل اللي كان في الشنطة قدر يسيطر على السلاح وبقى هو اللي مثبت العيال وبيمليهم يقولوا إيه للضابط في التليفون. وبعد ما المكالمة خلصت أكبر واحد من العيال يدخل الكرسي الوراني جنب صاحبه، وركب هو مكان السواق وزي الثعلب دار بالعربية والعيال معاه. محدش عارف هو ناوي يوديهم في أنهي مصيبة. المجرم وقف العربية ونزل يعمل روتينه المعتاد، بدأ يمسح المنطقة بعينه وبدأ يرص حاجات جنب بعض كأنها فخ يدوي بيجهزه. العيال بدأوا يشتكوا من الوضع بس الراجل سابهم وراح يجرب مهاراته في النشيان لمسافات بعيدة على إزازة. أول رصاصة طاشت منه وخبطت في العربية وده رعب العيال جدا، بس الرصاصة التانية جت في القلب بالظبط وكان فرح بنفسه قوي. في الوقت اللي العيال قاعدين يفكروا في سرهم الموضوع ده هيخلص ازاي، الراجل رجع لهم وقال لهم يسمعوا الكلام ويمشوا معاه في الخطة لما الضابط يوصل. العيال حاولوا يسألوه بس هو سكتهم بسرعة وحذرهم ان اي فتنة هتجيب مصايب لكل حد بيحبوه. قال الكلام ده بهدوء يخليه يبان جد جدا، وطبعا العيال خافوا. الراجل جري استخبى عند قعدة طاحونة هوا، بس واحد من العيال كان مخبي سلاح جوه الجاكيت فطلعه واداه لصاحبه اللي بيعتقد ان اعصابه اقوى، وقال له يستخدمه لو الراجل ظهر تاني. الراجل رجع فعلا، ورغم انه كان في مرمى النار الولد جمد وما قدرش يدوس على الزناد، وده بين ان الشجاعة في الكلام اسهل بكتير من التنفيذ. المجرم رجع لمكانه اللي بيراقب منه وبعد لحظات ظهرت عربية. كان الضابط كريتزر اللي ركن بالراحة ورا عربيته الرسمية ونزل السلاح في ايده ومشي ناحية العربية وهو مش داري خالص انه في موقف خطر. العيال فكروا يحذروه بس تراجعوا، وللأسف زي ما ترافيس عمل قبل كده الراجل اللي معاه السلاح فشل يدوس على الزناد وساب هدفه يعدي من غير ما يصيبه. العيال فضلوا يبصوا للناحية التانية وده خلى الضابط يحس ان في حاجة غلط. شك ان شنطة العربية اتفتحت والراجل هرب، وسكوت العيال أكد شكه فنزل بسرعة واستخبى عشان يحمي نفسه من أي ضربة. بيف وهي سايقة عدت تاني ولمحت العربية ووقفت، ولما شافت العيال جوه اتأكدت إنها ما كانتش متلخبطة في المرة الأولانية. وهي بتلف حوالين العربية لقت الضابط قدامها واتخضت جدا. الضابط كذب وقال للست إن أبو الولد هو اللي هجم عليه وضربه بالنار وإنه مش قادر يتحرك ورجليه وقفت خالص، وده السبب اللي خلاه قاعد في مكانه على الأرض. في الوقت ده الراجل اللي مستخبي كان بيراقب كل حاجة بتحصل بس ما أخدش أي رد فعل. الست شافت إن الأحسن إنها تطلب المساعدة وتكلم الإسعاف، بس الضابط رفض وقعد يطمنها بكلامه لحد ما عرف إنها نفس الست اللي بلغت عن سرقة العربية وقعد يمدح في شطارتها. بس فجأة المأساة حصلت لما هي لمحت سلاح من بعيد، رصاصة غدر صابتها في راسها ووقعت ميتة في مكانها. بعد ضرب النار العيال اللي محبوسين جوه
العربية حاولوا يخرجوا بكل قوتهم، بس كان مستحيل لأن الأبواب كانت مقفولة. واحد فيهم طلع المسدس وحاول يضرب نار على الإزاز عشان يكسره، بس السلاح ما ضربش. التاني جرب حظه، بس النتيجة كانت هي. حاولوا يستخدموا المسدس كشاكوش ويخبطوا بيه الإزاز، بس حتى ما عملش فيه خدش واحد. وفي وسط التوتر ده صباع واحد فيهم جه على الزناد بالغلط والمسدس ضرب فجأة، وده عمل ليهم حالة رعب، وصوت الرصاصة عمل صفارة جامدة في ودانهم. ترافيس مسك المسدس وضرب نار على الشباك، بس الرصاصة خبطت في بار حديد وردت في بطنه هو. صاحبه قدر يخرج وحاول يهرب، بس رجع تاني لما لقى ترافيس مصاب، وأخد قرار جريء وركب العربية وطار بيها من المكان. الضابط كريتزر ورغم انه كان مصاب بجروح خطيرة بس لسه فيه الروح، قدر يركب عربيته ويطاردهم. بدأ يكلم العيال في الراديو بهدوء ويطلب منهم يقفوا وانه بس عاوز عربيته، بس الخوف كان مسيطر عليهم وكملوا طريقهم. الضابط حاصلهم وبدأ يخبطهم من ورا كذا مرة عشان يوقفهم. الولد الصغير قدر يسيطر على العربية وما يخرجش عن الطريق زي المحترفين، وفاد حيوان كان بيعدي الطريق بالصدفة وكمل طريقه. الضابط الشرير ما أخدش باله من الخطر اللي قدامه وخبط في حاجة عملت له حادثة جامدة وقضت عليه. هاريسون فرح جدا وقال لصاحبه إن الضابط خلاص هيموت وخرج من اللعبة، بس الولد اللي كان بيفقد الوعي قعد يترجاه يزود السرعة أكتر. داس بنزين لحد ما عدى 80 ميل، وما فاتش وقت طويل لحد ما دخلوا المدينة. الراديو رجع يشتغل والست بتاعة العمليات كانت بتسأل الضابط هو فين، بس الولد نفض لكل ده وكان كل همه إنه يوصل صاحبه البيت سليم. الفيلم بيوصل رسالة قوية إن الفضول الزايد واللعب مع الكبار ممكن يكون تمنه غالي جدا. هاريسون وترافيس كانوا بيجربوا يعيشوا مغامرة مجنونة. الشجاعة الحقيقية بانت لما الصداقة كانت أقوى من الخوف، ولما الولد صمم ينقذ صاحبه لآخر نفس. في النهاية مش كل الطرق اللي بنمشي فيها بتكون مأمونة، بس الأهم إننا نتعلم من غلطاتنا ونعرف إن الصاحب الجدع ملوش تمن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة، وعشان تتابع أقوى الملخصات مكانك عندنا وبس في عراب الأفلام.